عموري يبغيك في 3-4 سنابات. هات 1 2 3 4. دقيتوهم اليوم دق، يعني لعبوا نتيجة. يستاهلون ومبروك للجماهير العيناوية، وننتظرهم إن شاء الله يوم الأحد. هذا أنا ما يخصني فيه، أنا محايد، أنا أتكلم على آسيا. لا طبعا يعني أنت محايد ونحن نتكلم. أنا كلاعب عيناوي أتمنى الجماهير تكون متواجدة في المباراة النهائية. أنتوا عندكم سر خاص يا العيناوية؟ في شو يعني؟ يعني في ردتكم، في وقفتكم، في بطولاتكم، في هذا له هيبة. يحملك مسؤولية خصوصا انك كابتن وفي هالعمر؟ لا مسؤولية لا، لأن المسؤولية بتكون مسؤولية الجميع. مثل ما قلت لك ثقتنا بانفسنا هي اللي راح توصلنا لأي مكان. بعد ما خسرتوا أول مباريتين من الجيش قالوا العين برا. بصراحة كثير منا شك إن العين بيطلع برا. بصراحة كيف كانت ثقتك إن العين ممكن يرجع؟ شوف أنت دامك تلعب في العين، وحتى مهما يعني كانت في يعني صعوبات في أول مبارتين يعني خسارتين، دامك تلعب في العين فأنت تأكد إنك أنت راح ترجع في أي وقت. ما مريتوا في مرحلة شك خوف؟ لا والله صراحة أنا عن نفسي وأتكلم عن نفسي وأعتبرها بكلمة أنا عندي ثقة بالله، ثقة بإخواني اللاعبين إن نحن قادرين نوصل لأي مكان. زين عموري، هذا الموسم الأفضل لك؟ على الأقل من ناحية الإصابات. من بدايته إلى نهايته. الحمد لله يعني بداية موسم حلو، إن شاء الله ننهي ببطولة كأس رأس الدولة. والجوائز حلوة؟ ما تهمني الجوائز الفردية كثر الجوائز الجماعية. كيف انت سويت عزايم وهذا وانت ما؟ لا والله ما سويت شيء. عموري يقول رافعين عليه قضية اليوم. ليش؟ المدافع هذاك اللي طاح. ما رحت اعتذرت له؟ ليش اعتذر؟ يا اخي الريال طاح. ان شاء الله هم طاحوا كلهم مو بس هو. كفو. هم طاحوا كلهم ونحن اللي كنا واقفين. العين الى وين في اسيا؟ اول شيء خلينا نخلص ان شاء الله يوم الاحد، ومن بعدها ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله نفكر ناخذ خطوه خطوه. بسألك كم من سؤال عن البطولة زين على السريع. تمام امرك. الناس كلها ما تعرف انك مصاب، وما يعرفون انك لعبت تحت ابره وتخدير. لازم نضحي في هالمباراه. ايش هاللعب؟ ايش هالتمريرتين؟ اتعلم منك. هاي تتعلم بعد مني. التيشيرت مال المنتخب انا قلت انسحب.